السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حاجه خفيفه كده وكلنا بنحبها، السمك الخنيني ده بتاع الشوي. وعايزه اقول لكم حاجه، والله انا في مره على القناه عملت السمك مرتين ولغايه النهارده ما بقدرش اكله، وانا كنت ممكن اكل يعني كيلو مشوي، والحمد لله. وقولوا بسم الله ما شاء الله والله اكبر، واللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا لازم يبقى طازه. انا رحت الصبح طبعا كده وجبته في واحد معين بنجيب منه او نتصل بيه بيجيبه لنا يعني. ولازم يكون خنيني، سمك الشوي ده بيكون بالحجم ده يعني، ما اكبر منه ممكن. وعملنا النهارده سمك مشوي وقلينا، بس النهارده التصوير على المشوي بس عشان اوريهولكم بيتعمل ازاي. وشوفوا صاحي وجميل يعني يفتح النفس. هنعمل الاول الدقه اللي احنا بنسقط فيها السمك وما بنطلعه من الشوي. بجيب راس توم حلوه كده، وبجيب طماطم وفلفل. الفلفل بنحط 2 عشان ما بيبانش، وشبت وكزبره لو موجود، لاننا بنحط وليمون وخل. وممكن لو في جزرايه ما كمان تبشريها وتحطيها معاه. وبنحط كمون قليل عشان ما يمررش، وبنحط كزبره معلقه حلوه كده. وبنحط بهارات سمك، خلي بالكم في بهارات سمك عند العطار. وبنحط هنا شويه الخل حطيناها، وعصرنا ليمونتين. وهنا وبنحط مرق الدجاج، اللي عايز يحطها يحطها واللي مش عايز، لان انا بعملها في البيت هبقى اعملها لكم. هنا حطينا طبعا لو شبت وكزبره موجود وبقدونس حطي، مش موجود مش اشكال يعني. هنا شوفوا بقى ملح ومرق الدجاج وكمون وحته فلفل صغيره وكزبره، ما تكتريش الفلفل. وبنجيب بقى ميه بنغطيه بالميه، حوالي هنا يعني على قد السمك حوالي 6 كوبايات ميه، يعني لتر. بنحط الميه بتاعتنا بقى ونروح على الخلاط نخلطه، بيبقى بالمنظر ده. دي الخلطة بتاعتنا دي بتبقى تحفة، وبتشرب فيها السمكة وهي طالعة كده، بتوديكي في حتة تاني. اول مرة تاكلي سمك بالطريقة دي وتدوقيها بقى، لو هي عدمة تحط لها شوية ملح، لو احيائها مظبوط. طبعا انا بالخبرة بقى وعلى طول بعمل، فعارفة قد ايه بتاخد ملح، فحط فيها كويسة. طلعت يعني هي انا حاطه لها معلقة حلوة كبيرة كده ممسوحة. وهنا هنجيب الطحينة، مثلا معانا 6 معالق كبار مليانين طحينة او 8، برضو بنحط قدهم زبادي. عايزة تحطي نصهم زبادي ممكن. هنا انا الطحينة بحطها قد الزبادي، وبحط لها حوالي 3 فصوص توم مهروسين كويس، وشوية كزبرة. واهي حطينا التوم، وبنحط كزبرة وكمون برضو قليل، لان يا جماعة الكمون لما بيكتر حتة فلفل برضو سنة، لان الكمون لو كتر بيمرر في السمك. يعني كل الناس تقول الكمون روح السمك، لا لما بيكتر بيدي طعم وحش. فانا حطيت اهو كزبرة اكتر من الكمون. وبنحط برضو فنجان خل او نص فنجان، وبنحط ليمونتين، وبنحط حتة مرقة صغيرة برضو. هنبتدي بقى نحط شوية يعني قد نص فنجان خل كده. في ناس ما بتحبش الخل قوي، بس هو بيخلي سلطة الطحينة دي روعة. وبنحط الليمون، هو الليمون كان جامد شوية بس حلو يعني، بس مفهوش مية كتير، فحطيت الليمونتين انا دول. كان جامد كده هو يعني بتاع الايام دي، بس جميل. وطبعا ادام في سمك يبقى فيه ليمون. وادي المضرب ده مضرب، بصوا يعني انا عندي مضرب عادي سلك صغير، فعملت بده لقيته جميل وفي 5 ثواني كده كان عمل لي الطحينه. وتشوفي بقى لو عايزه شويه ميه تحطي، انا ما بحبش الطحينه بتكون ميتها كتيره، بحبها كده يعني ايه خام، بحبها تقيله كده. في ناس بتحبها زي الميه، لا انا بحبها كده، وولادي برضو والجماعه بيحبوها كده. اعمليها بالطريقه دي ولما تلاقيها تخينه شويه تزوديها شويه ميه، وتدوقي برضو لو عايزه سنه ملح حطي، مش عايزه ما تحطيش. اخر حاجه الملح تحطيه بسيط. وشوف المضرب ده جميل ورخيص جدا، وممكن تعملي بيه كريمه، وممكن تعملي بيه بيض بسرعه، ويدوي وجميل خالص. يعني يبقى موجود في مطبخك يبقى جميل. بس ادي خلصت الطحينه بتاعتنا، وهنجهزها وهنخليها شكلها كده فاتح للشهيه. وهشيلها بقى احط عليها الستريتش واشيلها في التلاجة عبال ما نروح مع بعض ونشوي السمك. واوعوا تنسوا اللايك
اللايك والشير، اوعوا تنسوا اللايك وتشوفوا الفيديو للاخر. هنا بقى بنجيب طبق هنحط فيه جبنة السمك بتاعنا، ومازال برضو هو كده طازة، لان السمك الطازة لما بتشويه بيديكي طعم جميل وريحة حلوة، بيبقى كله مفتح كده وصحي وبيزيد كده بيزيد خالص. يعني تبصي تلاقي السمكة كلها لحمة الطازة دي. فبجيب هنا بقلبه كويس في الردة، عشان لازم يتقلب في الردة ويبقى مليان كده لغاية ما تلزق فيه هي يعني الردة. هبتدي بقى اعمله كله واقلبه كده في الردة. هي حبة ردة قليلة رغم ان هو كتير يعني. هتقلبيه في الردة كله وترصيه، وبعدين تكون الفرن بتاعتك مشغلاها. وفي ناس بتعمله فوق البوتاجاز، بتجيب صاج وتحطه على الصاج وتشويه على الصاج وتقلبه، بيبقى جميل برضو. تجيبي صاج كده يكون انتي مش محتاجاه مخليه للسمك. شوفوا حتى هو في الردة مازال برضو، رغم ان خدنا شوية واحنا بنعمل الخلطة بتاعته. واذا عجبكم الفيديو شوفوه للاخر واعملوا لايك للقناة، اشتركوا فيها. ويا رب ان شاء الله تكون معلوماتنا اللي بنقولها لكم في الفيديوهات بتاعتنا تعجبكم. هنا انا حطيت في الخلطة بتاعته اللي هي اللي هنحط فيها الصوص اللي هننزل فيه السمك بقى ده. الخلطة حطيت فيها خل وليمون وتوم. يعني هتبصوا تلاقوا اغلبية الحاجات خل وليمون وتوم في السمك ده، بيخليه ولا يجيب لك برد ولا يجيب لك نزلات ولا حاجة، وبيبقى صحي ومفيد، ولا زيت ولا حاجة. وفرنا الزيت وصحي، وهتديه للولاد جميل جدا. بتتقشر والسمكة ما بتخش تتشوي اي حاجة فيها بتنشف والجلد بتاعها بينشف. وبتقشريها كده، بصوا بيلعب ازاي، مازال برضو فيه الروح لانه طازة. وانا ما بفضل اجيب السمك الطازة. بس ادعولي كده وقولوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اني اقدر ارجع تاني اكل سمك. لاني اول ما اجي امسك اكل سمكة واحدة ما بقدرش، يعني بروح اخد لي ليمونة وخلاص، اللي كنت ممكن اكل كيلو بحاله. فانا معرفش يعني، هو السمك ليكم كلكم، حتى انتوا في بيوتكم ما تجيبوا سمك برضو تبقوا تسموا، وتقولوا ايه، بسم الله ما شاء الله والله اكبر، وتداروا لعيالكم كده عشان ايه، ينفع الدنيا وينفعكم، عشان ربنا يا رب يخلي لكم ولادكم ويخلي لكم صحتكم. لان الحسد بيبقى مذكور في القرآن. وهنا طبعا على العملية الشاقة بقى، ان احنا بنحطه في الفرن، بحطه لجوه، فلازم يكون النار عالية من فوق ومن تحت. فهنا طبعا انا ايديا اتلسوعت، وبعد ما حطيت كده، ويمكن ملاحظينها لونها احمر قوي اهو. فبعد ما حطيت كملت الكمية، ربطت ايدي طبعا جامد وكملت الكمية. وهتشوفوها يعجبكم خالص، وتعملوه بنفس الطريقة دي، وسهل جدا. انا كان عندي بنتي اول ما اعمله ما بترضاش تاكله، تقولي لا 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 سمك مشوي. دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني سمك ومشوي فرحة كبيرة ليها بقى. بس هي خايفة، بتقول مش هاكل تاني بقى لما تقولي. فقولوا اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم بارك، اللهم صل، بسم الله ما شاء الله. وربنا يا رب كده يرزقكم كلكم، ويجعل بيوتكم تملي عمرانة بالخير يا رب. وكل اللي يشوف فيديوهاتي ويشترك في القناة، انا عارفة ان كل اللي على قناتي ناس محترمة وناس يعني انا هي اللي مخلياني يعني مدياني طاقة ايجابية. وهو شوفوا بقى، اول ما السمك الطازة بيتعرف، اول ما بتيجي تشويه بيبتدي الزعانف بتاعته بتبقى بتقف كده وتنشف، كأنه رايح يعني مستعد للقتال اهو. بسم الله ما شاء الله. فتعرفين السمك ده طازة. ولازم سمك الشوي يبقى يا جماعة طازة، لان لما لو جبتي سمك مش طازة، هنا بقى فرشت، هطلع خلاص استوى. فانا فرشت، حطيت ليمون وفرشت فرشة حلوة كده فيها بقدونس وكزبرة وشبت، علشان خاطر اول ما بيتحط سخن اهو طلعناه بقى، بيعمل تسمعي الطشة بتاعته، بيعمل صوت. لو ما عملش صوت يبقى لسه ما استواش. في الطشة لو نزلتي السمكة وهي لسه تبقي لا عايزة نار، لكن اول ما السمكة بتكون مستوية بتعمل طشة كده، صوت
كأنها بتطفي، زي ما بتجيبي تكوني مولعة بصة على النار وبتحطي عليها مية بتسمعي صوت. فالصوت ده هو السمك مستوي. فانا بحطه على الخلطة دي اللي حطيتها في الطبق، فبتديكي ريحة جميلة. بتاخد منها طبعا، هنحط الكمية وهنغطيه، فبتاخد الريحة بقى كأنك يعني حاجة ما كلتهاش قبل كده، ولا في محل ولا في مطعم ولا حاجة. وحاجتك بتبقى في البيت وبكمية كبيرة وكمية وفيرة. يعني ده لو رحتي كلتيه في المطعم هتاكليه بمئات الجنيهات، لكن هو مش مكلفك حاجة في البيت يعني. وبتأكلي أسرتك كلها طبعا. عملنا جنبه رز، وعملنا فيه ناس شوينا سمك من غير طبعا نضفناه، ما صورناهوش. وبنعمل جنبه هي ادي طلع، شوفوا شكله جميل ازاي، يعني شكله يفتح النفس كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وادعولي اني ارجع اكل سمك تاني، لانه بيبقى تحفة وصحي جدا. ادي الرز، عملنا الرز اللي هو صيادية، وعملنا سلطة الطحينة، وطبعا في مخلل، في بدنجان، في حاجات عشان الجماعة اللي بياكلوا. اوعوا تنسوا اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.